حبيبتي اللي لما صار ولما تعب عليا الكل مساء الفل على حبيبتي اللي لما احتار تفكرني ببتاع يتحل مساء الحب على الست اللي حبتني وما استنتش مني احب مساء الحب على الست اللي خلتني احس بمعنى كلمة حب مساء الورد على الحضن اللي من ضمك ما حسسنيش بطعم البرد مساء الورد وببعتلك سلام يما اجمل مخلوق على الارض انا لما احبك تحياتي لحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الليلة. الليلة 16 مارس 2016 يعني بيذكرنا بيوم المرأة المصرية. هو يوم رمزي بنحتفل فيه بيوم المرأة المصرية ربما لموقف وذكرى استشهاد شاهدات مصريات من أجل الحرية ومن أجل العدالة ومن أجل تحرير هذا الوطن من المستعمر الإنجليزي. ولكن قضية المرأة وتكريمها ووضعها في المكانة التي تليق بها بدأت منذ بدء الخليقة، منذ أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعمر هذا الكون، فكانت رحلة الأب آدم والأم حواء لها التكريم ولها المنزلة ولها الدور البارز، الدور الذي لا يمكن أن يقوم به إلا هي. الدور هو حمل أكرم مخلوقات الله، حمل الإنسان، ثم تربية هذا الإنسان بعد وضعه ورعايته. ويقول العلماء أن أطول فترة حمل هو فترة حمل الإنسان، وأطول فترة حضانة ورعاية وإرضاع هي أيضا الإنسان، وكذلك يظل الإنسان تحت رعاية ويحتاج إلى أمه وإلى بين قوسين السيدة وبين المرأة، سواء كانت أمه أو أخته أو أي درجة من الدرجات. لذلك نجد كل الأديان كرمت المرأة، ويكفي أن نتحدث عن الديانة الخاتمة وعن الإسلام. القرآن الكريم كرم المرأة بصورة منفردة هي صورة النساء، ولكنه لم يأتي بصورة للرجال. كذلك مئات الآيات اختصت السيدة والمرأة بأحكام، لأنها هي عصب المجتمع وهي ركيزة الأسرة. لذلك في هذه الحلقة من برنامج الليلة نحتفل بيوم المرأة المصرية. يوم المرأة المصرية بيذكرنا بأول شهيدات من السيدات على أرض هذا الوطن ومن أجل تحرير هذا الوطن، السيدة نعيمة عبد الحميد وحميدة خليل وفاطمة محمود ونعمات محمد وحميدة سليمان ويمنى صبيح. تظاهروا فسقطنا، ثم خرجت أكثر من 300 سيدة بقيادة السيدة هدى شعراوي رافعين الهلال والصليب، أول تظاهرة نسائية كانت لها الأثر الكبير. زعيم الأمة أيضا سعد زغلول اعترف بعد عودته من المنفى بدور النساء. لذلك معنا ومعكم سيدتان، يعني ربما من حسن الطالع أو ربما لاجتهاد النساء وحبهن للعمل وعشقهن للنجاح والتميز أن يكون المسؤولتان عن عاصمة محافظة الغربية حي أول المهندسة منى فايز فرح رئيس حي أول طنطا. أهلا يا باشمهندسة منى. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. وأيضا من حسن الطالع أن مسؤولة حي تاني طنطا أيضا مهندسة واسمها المهندسة نادية حسونة رئيس حي تاني طنطا. أهلا يا باشمهندسة نادية. أهلا بيك يا فندم. سعيد بوجودكم معايا في اللقاء. يعني نموذج، يعني حضراتكن في فترة الدراسة على مراكز متقدمة وكنتن في كليات الهندسة كليات القمة، ثم دخلتن أيضا
المجال الصعب، المجال التنفيذي، واستطعت أن تثبت نجاحكما في هذا الأمر. عايز أبدأ الأول في كثير من التساؤلات محتاجين نجيب عنها في هذه الحلقة. أستاذ أيمن، أنت محتاج فاصل ولا حاجة؟ أستاذ أيمن؟ زي ما أنا. طيب أوكي. كل عام وكل سيدة وامرأة مصرية بخير. طيب، عايز أعرف أبدأ بمين ولا أبدأ يعني مش عارف. طيب بلاش نذكر السن بقى علشان هندخل في مناطق حرجة. لا متشابك. لا هاخدها باليمين، يعني هاخد باليمين المهندسة منى. عايز أبدأ رحلة المرأة المصرية من أجل إثبات الذات. لا شك أن هو قابلها كتير من الصعوبات وكثير من الموروثات التي كانت تعطي الأولوية للرجل وللذكر والمجتمع الذكوري. لكن أيضا المرأة كان لديها تصميم داخلي على التميز طبيعي. بداية من الدراسة، ثم بداية كان هناك هذا الأمر يولد لها دافع داخلي. كيف توضحين هذا الأمر يا باشمهندس منى؟ اولا مساء الخير لكل المشاهدين. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بصحة وسلامة. اتفضل. شيء طبيعي انه المرأة المصرية في المجتمع الشرقي قابلت صعوبات كتيرة. نعم. طبعا رفض الرجل، مش كل الرجال، بعض الرجال كانوا بيرفضوا ان الست تنزل مجال العمل، وكانت يقولوا انه الست ليها البيت. نعم. والعمل ده للرجالة. لكن اصرارنا وتربيتنا والنشأة بتاعتنا ادتنا الحافز ان احنا لا، لازم نثبت وجودنا، ولازم نقول لا احنا موجودين. العمل اللي احنا اشتغلناه عمل تنفيذي كان صعب شوية، لكن بالمثابرة بتاعتنا وبالعزيمة، وان احنا عايزين نثبت فعلا ان احنا زي الراجل بالظبط، ويمكن نتفوق عليه في بعض الأحيان، قدرنا نثبت وجودنا. نعم. طبعا مجال العمل عندنا صعب شوية، اننا لازم بننزل في الشارع وبنتعرض لان احنا نوقف مباني مخالفة، نثبت التواجد دايما مع فنيين ومع مهندسين زمايل في الشارع طول اليوم. ده بيدينا قوة اكتر. ورغم ذلك ايضا وبيت. ما بتحبوش تتخلوا عن دوركم داخل البيت. وبيت. لازم طبعا شيء طبيعي يكون لكم دور في تجهيز يعني رعاية الأسرة ايضا. شيء طبيعي. ده يعني جهد مضاعف. احنا بنتكلم عن جهد مضاعف خارج المنزل وداخل المنزل. ربما الرجل اذا كان مديرا او مسؤولا تنفيذيا هو بيرجع بقى ايه، يعني يرجع يعيش دور سي السيد في البيت. لا الحمد لله. خدت بال حضرتك؟ الحمد لله. طيب انا عايز اخد حاجة مهمة. بداية ولوج المرأة المصرية لعالم السياسة. وحضرتك لو تكلمنا عن الزميل محمود السباع كاتب في سنة 56 بعد ثورة يوليو ب3 سنين، والرئيس جمال عبد الناصر كان مشجعا شديدا وقويا للمرأة المصرية. يعني أول وزيرة كانت في عهد السيد الرئيس جمال عبد الناصر الرئيس الراحل، وأيضا تجربة دخول المرأة المصرية إلى مضمار السياسة بدأت معه. هل نضجت تجربة المرأة المصرية مع السياسة واحنا عندنا في البرلمان الحالي او مجلس النواب، مش اسمه برلمان بقى، مجلس النواب الحالي، عدد من النساء لهن دور مشهود؟ باشمهندسة ندى تعقيب حضرتك. اعتقد ان اهم مشكلة بتواجه المرأة دلوقتي وقبل كده وبعد كده، ويمكن ربنا يحلها في المستقبل، يحلها ان شاء الله، ثقافة المجتمع بالنسبة للمرأة تغيرت كتير. طبعا اتغيرت كتير، لكن المفروض تتغير للأكتر. لحد فين؟ لحد ما يحس ان المرأة دي مش أنثى، انها كائن موازي للراجل. ما هو عليه مسؤوليات. هو حضرتك يعني مش، لا لحظة واحدة، هو حضرتك يعني عايزة تتميزي وتأخذ حقوق، ما هو انت لا، حضرتك لابد ان تظل أنثى. طبعا. وتميزك اساسا وانجازك ينسب او جماله ان حضرتك بتفعلي هذا وانت انثى. تمام؟ اصل بتقولي إيه لازم ينسى انها انثى. أيوه. ما مش عايزين ننسى كده. لا في العمل يعني تقصد في العمل. اما بتنزل في العمل بتشتغل، ان ما كانش شغلك اقوى من الراجل
ما بينفعش انه يعترف بيك. يعني لو الراجل بذل مجهود مثلا وليكن بقدر ما، لازم الست عشان توصل تتساوى بيه وتاخد رضا المجتمع لازم تبذل ضعف المجهود. ضعف المجهود لازم تبذل ضعف المجهود. تمام. وبالتالي الست اللي عايزه تنجح لازم تبقى عارفه انها تبذل ضعف المجهود. نعم. سواء في البيت او في الشارع تمام. او في عملها او في ثقافتها. نعم. طيب انا حضرتك بتختصري في الكلام ليه؟ ما فيش عندنا ضرائب على الكلام على فكره. لا الكلام يعني كتير. حضرتك اتكلمي زي ما انت عايزه، ما فيش اي ضريبه. الكلام كتير. طيب هو طبعا احنا بنتطلع، واحنا شفنا السيده المصريه وزيره واثبتت نجاحها في نماذج كتيره جدا. السيده وزيره الشؤون الاجتماعيه ده من ايام الرئيس جمال عبد الناصر، وعندنا وزيرات مشهود لهن بالكفاءه والنجاح ولهن تاريخ محترم ولم يثبت عليهن اي حاله فساد. ما فيش سيده مصريه وزيره مسؤوله ثبت عليها حاله فساد حتى الان الحمد لله. طيب هل ممكن نحلم اكتر مش مهندسه منى ونقول طالما السيده المصريه استطاعت تثبت نجاحها لتتبوأ منزله رئيسه الوزراء فلتتبوأ هذه المنزله؟ ايوه طبعا، شيء طبيعي. طول ما هي بتثبت نجاحها في الشغل وده ما بيأثرش على حياتها وعلى بيتها، نعم. تقدر بشويه من هي حضرتك وهي رئيسة الوزراء ايضا هتبقى واخده بالها من بيتها؟ طبعا. مش المفروض يبقى عندها شغالات وخدم؟ طب دي لا دي شغالات. عمر ما الشغاله قامت بدور الام. الام حاجه والشغاله حاجه. مش معنى انها انها احنا محتاج وقتها بنفترض بقى بنعيش انها رئيسة وزراء، السيدة المصرية رئيسة الوزراء، احنا محتاجين الشعب كله. دخلت المرحلة دي امتى حضرتك؟ دخلت المرحلة دي امتى؟ اولا اللي عايز يثبت نجاح. انا فاهم حضرتك، اصل المهندسة منى مصممة تحطها في مسؤوليات البيت. لا دلوقتي اصبح أنا وقتها بتكلم مع حضرتك بالنسبة للدولة وللشعب يعني. أيوة. وليكن نخف هو برضو هي كرئيسة حكومة أو رئيسة وزراء، أولا يعني هي عشان تبقى رئيسة وزراء هي مش هتقوم بكل شيء، لكن هيبقى معاها لو هي عندها الذكاء والحكمة في أن يكون المجموعة اللي تحت رئاستها شغالة معاهم صح وقادرة تباشرهم ومدية كل واحد في اختصاصه وهي تتابع فريق المعاون هتقدر. ايوه ولكن ما انت عارفه حضرتك ان متطلبات المسؤوليه المصريه بالنسبه لرئيس الحكومه لا تنتهي، ممكن يقعد لا تنتهي في المكتب للساعه 12 بالليل واحده ونص. طب هو احنا دلوقتي ايه؟ احنا من قبل يعني مش من الساعة 7، ممكن قبل 7 لغاية الساعة 1 7 الصبح و6 الصبح كمان. أيوة زي طابور الصباح كده. يعني انتوا بتبدأوا مع التلامذة. لا طابور الواجب على فكرة. ده الواجب فعلا. يعني لازم نبقى احنا قبل ما العمال يجوا نبقى احنا موجودين. طبيعي. عشان هو احنا قدوة ليه. بالظبط. عشان يتكسف. أما يلاقيك وعلشان تقدر تظبطه في شغله. ما هو لو ما لقاش حضرتك موجود معاه مش هيلتزم. طيب ندخل شوية يعني هنمزج شوية بين الكلام والطموحات والأحلام اللي احنا بنتمناها للمرأة المصرية وبين الواقع. هل عملكنا مع اللواء أحمد صقر خدتوا حاجات جديدة؟ يعني دي قيادة جديدة. طبعا. استفدتوا حاجات جديدة؟ أيوة. أنه بقى له شهرين أو شهرين ونص تقريبا. شهرين ونص. الإصرار ما يعرفش مستحيل؟ لا ما يعرفش مستحيل. واحنا مش هنوصل للضعف، واحنا مصرين على النجاح. ضغط علينا واحنا معاه برضه. مصرين على تلبية كل الحاجات اللي تؤدي للنجاح وعدم القصور في أي شيء. إن شاء الله هننجح. حاضر وصلت يا أستاذ محمود، وصلت. الزميل محمود عايز جزئية، يعني احنا عمالين نتكلم عن المرأة ونجاح المرأة ما هو لها جناح آخر. السؤال لضيفتي متساويتين. يعني دور الرجل في نجاح حضرتك يا باشمهندسة منى شيء طبيعي. يعني أنا لأي درجة؟ أنا متزوجة. فجوزي إن ما كانش بيقدر شغلي وبيبقى
يعني بيبقى وبيتنازل متسامح شوية عن معايا، بعض بيبقى وبيساعد. متسامح معايا بيتسامح. بالظبط، عشان حلو المصطلح يتسامح. انا قلت يتنازل، حضرتك قلت يتسامح. يتسامح معايا طبعا. آه. انه ان انا مش مديه كل وقتي لبيتي، هو مقدر ظروف شغلي ومقدر ده وبيساعدني. لكن فرحان بنجاحك، ما شيء بيغيرش طبيعي. منك. شيء ما لا, بيغيرش. لا يغير ليه؟ في هو مجال نجاحي إيه نجاحي ده. الزوج في مجال ايه؟ هو زوجي يشتغل حر. حر. اه لكن هو سعيد بهذا شيء النجاح، طبيعي. ويتمنى ان انت مثلا تبقى سكرتير عام او حتى محافظ وهو معاك. طبعا بيدفعني لكل ده. يعني ما فيش مره لسه انا اتاخرت فيها بره البيت الا ما كان مقدر ذلك يعني. ويطلب ويطمن. او يطمن طبعا، وانا وقبل هذا اكلمه الأمر. شيء طبيعي، وانا اكلمه، واولادي نفس الكلام. ما فيش ولا سيده مسكت محافظ دلوقتي تولت ان شاء الله منصب المره محافظ. الجايه بقى. في نائب محافظ. طب تقدروا على المنصب ده يا باشمهندسه ناديه؟ ما احنا قادرين اهو. نجرب. ما احنا قادرين لا اهو. مش تجربه، لا احنا عايزين، بتقولوا احنا عايزين، احنا مصممين على النجاح واصرار على النجاح. تنجحوا في المنصب ده. اللي ناجح في شغله اللي عايز يشتغل بيكمل نجاحه. احنا مش، خلي بالك ما تخافيش، مش هتتاخد عليك، مش عايزين اجابات لا لا لا، ما انا بقول دبلوماسية. لحضرتك اللي ناجح في شغله احنا كمل. بنعمل افتراضات دلوقتي ونحن في يوم المرأة على فكرة المصرية. المجتمع هو اللي يحكم، مفيش حد يحكم على نفسه. إذا كانت نجحت وزيرة بتدير وزارة، ايوه. يبقى ايه أنا المشكلة بقول- إنها تدير محافظة؟ طب المجتمع هقول اللي لحضرتك يحكم. حاجه، احنا بدينا رئيس حي؟ لا، احنا اتدرجنا. يعني كنت مهندس، مدير تنظيم، مدير اداره هندسيه، مدير التخطيط، نائب رئيس. تمام. على ثم فكرة بقيت مسؤول عن كل الإدارات دي. على بالظبط فكرة كده. يعني أنا عن نجاحي نفسي ده هو اللي ما بيكمل. ساعدش ان انا ابقى رئيس حي، ده كان تكليف من رؤسائي. يعني حاسس ان انت تنفع في مكان معينه. يعني وظروف صعبة حضرتك جداً. عايزة ترجع الأمر المجتمع ورؤسائك واللي ما حواليك. هو المجتمع ربما هو اللي ملوش دور في يحكم الاختيار، عليك. لكن أنت عايزة تقولي أن القيادة إذا كانت شايفة إن أنا أصلح إن أنا أكون محافظة بالظبط. لدي المقومات، يبقى هنجح حسب هذه الرؤية. طبعا. تمام؟ طبعا يعني اللي حطينا في المكان ده مين؟ حد له رؤيه. واللي حواليك ورئيسك اللي شاف رؤيته ايه. نعم. يعني لما يبقى مثلا الانسان يلاقي نفسه مكلف في وقت معين وفي ظروف من اللي صعبه كانت البلاد بتمر بيها، ويقول لك امسك حي وارقص حي. نعم. وفي المحله، مدينه المحله. تمام. فطبعا لهم رؤيه اهو. ما سألتش حضرتك زوج حضرتك يعاونك على هذا النجاح ولا يجذبك للخلف ويجذبك إلى أسفل؟ لا، انا اتعلمت منه النجاح. إزاي؟ اولا هو كان معلم تربيه وتعليم تمام. في الجوده، كويس. وهو مشهود لي بالكفاءه. فطبعا ما كانش ينفع، يعني انا طبعا انا بسنده وهو بيسندني، فما كانش ينفع ان تبقى زوجته. ده يعني حضرتك فشل. هو في الجودة، يعني دي حاجة أنت بتحتاجها في شغلك. بتعتمد عليه، بتطلبي منه حاجات في مجالك، والنبي اعمل لي الحاجة الفلانية. لا، يكفي الرؤيه، يكفي ما مساندته. انا فاهم، يعني مثلا عايزين بنطور حاجه، عايزين نعمل جوده في خدمه معينه في الحي او في المكان اللي انت فيه، هو يقدم لك المشورة. هذه المشوره وهذه الخبره. كتير اخد في حاجات كتير. المشوره حتى حلوه. من وانا لسه في الجامعه. نعم. يعني كمهندسه او لسه كطالبه اعمل مشروع، اعمل حاجه اعرضه عليه، هو في شغله بيعرضه عليا، فاكيد احنا الاثنين فادنا بعض. ايه ده، وانتوا انت في الجامعه كنت متزوجه؟ طبعا. طيب. بعد ما خلصنا على طول. طيب، ده شيء جميل. عايزين عايز اخد مقارنه كده سريعه. هي المراه المصريه ما زالت، يعني دايما بيقولوا مصر هي ام العرب، ده الكلام ده بنسمعه من زمان. تمام. المراه المصريه ايضا ما زالت محافظه على مكانتها وريادتها السيدات العربيات في الدول المختلفه، ولا في بعض الدول سبقتنا؟ يعني انا قريت برضو ان في كذا دوله زي في الامارات وفي السعوديه المراه برضو طلعت شويه، بس ده يرجع لحاجات سياسيه وظروف البلد الماديه والاجتماعيه، سواء من تعليم. يعني في اسر كتير جدا ما قدرتش تكمل المراه للتعليم عشان الظروف الاقتصاديه اللي بتمر بيها، او عشان ثقافه المجتمع، او احتياجهم ليها في مجالات اخرى. نعم. استاذ معنا مداخله واتصال من الاستاذه ساميه زين العابدين، مدير التحرير ورئيس القسم السياسي بصحيفه المساء. استاذه ساميه، كل سنه وانت طيبه. اهلا بحضرتك. ازيك؟ انا رئيس القسم السياسي والعسكري. والعسكري، اهلا وسهلا. نقف انتباه يعني. طبعا. طيب حضرتك، واحنا بنحتفل في يوم المراه المصريه،
ماذا دار بذهن حضرتك وبخلط حضرتك، او كتبت مقال او هتكتبي مقال في هذه المناسبة هتقولي ايه؟ هو طبعا المرأة المصرية على مدار السنوات الماضية، سواء قبل ثورة يوليو 23 أو ما بعد الثورة، المرأة المصرية خاضت كبير جدا حتى تخرج عن العزلة بتاعتها وتجبر المجتمع إنها تكمل تعليمها وإنها تخرج وإنها تشيل البرقع اللي كانت بترتديه زمان، وإنها تخرج وتشتغل وتبقى في هذه الصورة. نعم. ولكن المرأة المصرية اكتفت بحاجات محددة، لأن لو رجعنا هنشوف إن المرأة المصرية كان في